تحقيقا لمطالب الثورة، بينما أنت وغيرك تراها أنها انقلابا عسكريا، كيف تفسر ذلك؟ لا، هي ليست تحقيق لمطالب الثورة. أنا لا أظن أن حتى من يؤيد الآن ترشح فريق السيسي أو غيره، لا أظن أنه يرى ذلك تحقيقا لمطالب الثورة. أظن أنه يرى ذلك قمعا لمخالفيه السياسيين. يعني المشكلة الرئيسية التي يظن السياسيون المدنيون أنها يعني الخطأ في الحسابات، هي أن رقم واحد أن المؤسسة العسكرية لها نفس المصالح، أن مصالحهم ومصالح المؤسسة واحد، وهو خطأ يعني ارتكبه كافة السياسيون المدنيون الذين أيدوا انقلابات عسكرية على مخالفيهم أو على من خسروا أمامه في الانتخابات. هذا برضو من أمريكا اللاتينية حتى جنوب شرق آسيا نفس الباترن، نفس النسق. والأمر الآخر هو الظن بأن إذا قمع المخالف السياسي أو قمع الفريق الآخر سيختفي الفريق الآخر أو سينتهي أو سيضمحل. نعم. فأيضا من ينظر إلى دكتور عمر الذي نعم دكتور عمر، أحمد خضر يقول لك أن يعني كلية هارفارد للقانون كانت قد سمت ثورة 25 من يناير على أنها انقلابا ديمقراطيا. ما المانع في أن تكون 3 يوليو أيضا انقلابا ثم يوصل مصر إلى مرحلة تطبيق الديمقراطية؟ ما المانع؟ لأنه لم يكن انقلابا ديمقراطيا، يعني هو انقلاب على عملية ديمقراطية. لم يكن انقلابا عندما تصير انقلابات على المنتخب لا توجد حالة أعلمها تأتي فيما بعدها عملية تحول ديمقراطي أو حريات أو صيانة للدستور أو شيء من هذا القبيل، خاصة عندما يكون الانقلاب به دم أو به دماء. الدماء تعقد الأمور أكثر. يعني إذا نظرنا إلى حالة تركيا في 97 حدث انقلاب بالميمو، يعني بمذكرة أرسلت من قادة العسكر إلى الرئيس الوزراء المنتخب بأن عليك أن تستقيل. يعني هذا الانقلاب كان أبيض، لم يعطل الدستور، لم يحل البرلمان، لم يقتل أحد في الشوارع. نعم، يعني أنت تقول أنه لم يقتل أحد في الشوارع. ودعني أنقل لك رأي محمد صديق عبر فيسبوك الذي يقول لك أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة توجه إليها تهمة الإرهاب، وأيضا التيارات الإسلامية تيارات مارست العنف السياسي والمسلح في مرحلة ما، يعني آخرها السبعينات، والجيش كان يقوم بعمله فيما يتعلق بتأمين البلاد وحفظ الأمن القومي. والتحول من العمل المسلح للعمل السياسي السلمي يعني حدث في مصر منذ ثورة 1919. يعني هناك حزب الوفد مارس هذا وكان له جناح عسكري في فترة ما، وحتى في الفترة الانتقالية حتى بعد ما انتخب. يعني القمصان الزرقاء يعني معروفة. حزب مصر الفتاة يعني كانت له القمصان الخضراء. وكان كثير من السياسيين بما فيهم الرئيس السادات يعني مارسوا العمل العنيف او العمل المسلح في فتره ما، بما فيهم الرئيس عبد الناصر. يعني الرئيس عبد الناصر كان ممن اقسموا على المصحف والمسدس داخل التنظيم الخاص للاخوان المسلمين.